بعد خناقات وجدالات كتير مطولة، بعد صور بالكاميرا بتاعتي متصورة، بعد اللي جرى واللي كان، بعد المكان والزمان، بعد اللي جرى واللي كان، بعد المكان والزمان، بعد اللي حصل واللي ما حصلش، بعد المية في الكوباية، بعد القصة والرواية. أنا يا جماعة النهاردة قررت أكتب كتابي على ورقة فاضية عشان نخلص من الخناقات والجدالات والحاجات اللي مسببة لي روشة في حياتي. يا جماعة الناس تبيع وتشتري فيك، ويوم ما تمتلك كتابك ياخدوا واحد غيرك. لا يا جماعة، أنا النهاردة قررت أكتب كتابي على ورقة فاضية وبنفسي، لا هروح أوثقه في السجل المدني ولا أي حاجة. الكتاب ده إيه؟ مش بتاعي؟ إزاي بعد ما اشتريه وأدفع فيه دم قلبي، كتاب أغنى رجل في بابل، عشان أدرسه وأبقى أغنى رجل في بلدي، بلاش بابل، في بلدي، يوم يسرقوا جاري ويكتبوا على اسمه؟ طب أنا النهاردة قررت أكتب اسم الكتاب وأكتب كتابي على ورقة فاضية. الكتاب ده اسمه إيه؟ الكتاب ده كتابي أولا، تمام، اسمه أغنى رجل في بابل. أنا هكتب كتابي على ورقة فاضية. كتابي، بص، كتابي الذي أمتلكه هو الاسم أغنى رجل في بابل، الإمضاء أو التوقيع يا جماعة حسين. بس يا جماعة ده كتابي، وده كتابي على الورقة، علشان يوم ما حد يسرقه منه تاني أطلع له الورقة والحجج القديمة، ولا تقول لي سجل مدني ولا حاجة. هم بس ياخدوا الورقة دي ويعرضوها على خبير خطوط ويعرفوا إني أنا ده خطي وده كتابي اللي أمتلكه، وأنا كاتب اسم كتابي على الورقة، ده كتابي ودي اسم كتابي على الورقة. بس يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو وحلينا المشكلة ونهينا الجدالات والخناقات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لنا لايك للفيديو.